انا كنت واقف لا بيا ولا عليا، فجأة لقيت عصابة من الجن الازرق هجمت عليا، خطفوني وحبسوني ولسه عارف اهرب منهم. وحكايه مراقبتك لجودر من ورا الشباك؟ انا سالته نفس السؤال وانكر. طب وانا هراقب سيدي جودر ليه؟ وانا اصلا كنت محبوس، هراقبه ازاي؟ الامر يستدعي ان داهش يعمل جوله حوالين القصر ويحاول يجيب لنا معلومات عن الروحانيه اللي اخترقت القصر. بس كده؟ من عينيا. انت لازم تغير نظام الحراسه يا شيخ عبد الاحد. مش انت بتقول ان هو اخترق؟ انت حديث عهد بعلوم الروحانيه يا جودر، عشان كده بعض الامور ممكن تسبب لك ارتباك. ارتباك؟ انت مرتبك اكتر مني يا شيخ عبد الاحد، بدليل انك بعت تجيب اخوك الشيخ عبد الرحيم علشان تتشاوروا سوا. اهدى يا جودر، الامور تحت سيطرتنا. واضح قوي ان الامور تحت سيطرتكم. اللعبة ما بتتلعبش غير كده. الصيد الممتع من وجهة نظري هو إنك تكشف عن جزء من خطتك للفريسة. تقوم الفريسة تتصور إن انفتح لها باب تفلت منه وتتحرك ناحية الهروب أو المناورة. يعني انت يا شميعة عاوز عبد الاحد وجودر يكتشفوا ان احنا بنراقبهم ويحصنوا نفسهم ضد الموقف ده؟ كده أنت فهمتني. أنا هسيبهم لغاية ما يتصوروا إنهم حصنوا نفسهم، وفجأة أمد إيدي وفي لحظة ما حدش يتوقعها وبطريقة ما تخطر لهمش على بال واصطادهم. كده الصيد له متعة. ايه الاخبار يا داهش؟ مفيش جنس جن من اي طائفة حوالينا، مفيش غير الحراسة اللي انت معينها من الجن المذهب يا سيدي عبد الاحد. انا عندي اقتراح، اجراء حمايه عشان نامن بعض كلنا. ايه هو الاجراء ده؟ احنا لسه قدامنا مده على ما نقرر محاولتنا في بحر الظلمات. في خلال المده دي بقى ما نتكلمش في موضوعنا غير بالرمز او بالاشاره، واذا لزم الامر يبقى بالكتابه. انا كنت هقترح عليكم نفس الاقتراح ده. هو ده الحل من وجهة نظركم يا أصحاب العلم والحكمة؟ القوة اللي اخترقتنا دي بتلعب بينا، بتخلينا نشك في نفسنا، وده يوصلنا لحافة الجنون. وانتوا تقولوا نتكلم بالرمز أو بالإشارة؟ انت بتزعق كده ليه؟ لا، ده أنا زعق وزعق وزعق. أمال يعني أبتسم للعالم الجميل اللي حواليا؟ أنا إيش ضمني إن القوة دي تفضل مختفية وتدينا إحساس بالأمان لحد ما نجيب الكنوز، وبعد كده تظهر لنا بطريقه ما تخطرش على البال وتاخدهم. ايش ضمني ايش ضمني؟ انت بتتكلم كده ليه؟ اصبر شويه يا عبد الرحيم، مش كده. لا يا شيخ عبد الاحد، لازم يفهم حدوده. احنا اللي مطلوب مننا نعمل التأمين اللي نشوفه مناسب، نأمنك لغايه ما تأدي الغرض المطلوب منك. لا يا شيخ عبد الرحيم، الكلام ده تروح تقوله لواحد اشتريته من سوق العبيد، مش ليا انا. انا جودر ابن عمر المصري، مفتاح اللغز وحجر الزاويه في قضيه تهم الكون كله. واذا كنت انا ما اتكلمتش عن نفسي قبل كده فده عشان انا حاسس بالموضوع واهميته. لكن ما دام الامور وصلت لكده يبقى لازم نحط النقط على الحروف.